ابو الاغرام فريق مش طبيعي. الزمالك فريق مش طبيعي وفعلا يستحق الاحترام يا جماعه. ولو انت شايف غير كده يبقى انت مريض. هحكي لك على المواضيع اللي معايا وهنتكلم كلمتين على اللي بيعمله نادي الزمالك في الايام اللي فاتت ديت والاسابيع اللي فاتت، وهتكلم كلمتين برضه على ناصر منسي بارقامه بسلطاته، والاهلي مش عاوز يعاقب زيزو. وهكلمك على فكره تصريح معتمد جمال وفتوح، مواضيع جامده جدا جدا. ولكن دعما لاخوك جيمي يا برنس، صلي على النبي كده في كومنت، وانزل اخبط اللايك كده ونوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. مش هتخسر اي حاجه يا برنس، يعني مش هاخد من صيامك حاجه، يعني اخبط اللايك وتعالى لي يا برنس. وهكلمك على فكره ناصر منسي ده كان بيلم شنطه. بص كده على ارقام ناصر منسي في اخر 6 مباريات مع نادي الزمالك. الراجل مسجل 4 اهداف وصانع 3 اهداف. الراجل حرفيا ناصر منسي لو جيت بصيت عليه في اخر ماتشات للزمالك هتلاقي حرفيا مؤثر جدا. ناصر منسي حرفيا مهاجم كلاسيكي ممتاز، حرفيا هو المهاجم الوحيد اللي موجود في الدوري باين. تخيل والله العظيم يا جماعه، ناصر منسي كان في يناير من شهرين كان رايح الاتحاد السكندري، كان رايح الاتحاد اساسا في يناير، كان بيلم الشنط ورايح الاتحاد. فانت متخيل ان ناصر منسي في اخر 6 ماتشات مع معتمد جمال ده يا جماعه معاه شفره كل اللعيبه. معتمد جمال ده عمل توليفه، النادي بيلعب بالناشئين، بيلعب بكل حاجه تمام. ان هو يوصل للفوز الثامن على التوالي مش طبيعي. ان فريق عنده قفات قيد، عنده مشاكل. الزمالك لو كسب ماتش انبي اللي جاي هينهي الدور الاول متصدر الدوري، حتى لو الاهلي كسب، حتى لو بيراميدز كسب، هينهي الدور الاول متصدر الدوري برغم اللي هو كله بيمر فيه ده. فانت بتتكلم على نادي محترم. هتشوف غير كده يبقى انت فيك حاجه. هتقول لي شغال بتطبل وكام، اقول لك ريح، ما دي كلمه حق. ده اللي انا شايفه وبقوله، دي من وجهه نظر انا. نادي في كل اللي انت شايفه ده بيستمر في المكاسب، يستمر في الضغط، يستمر في صدارة الدوري. كل ماتش عنده لعيبه بتغيب، لعيبه بتتصاب، لعيبه ما بتقبضش، لعيبه مش عارف ايه. تجيب معتمد جمال من اولاد النادي يجي يمسك الفرقه، وناس تكلمه من نجوم النادي نفسه ما تمسكش يا معتمد ده مش عارف ايه. الراجل يصر ويفضل مصر ان هو يمرن فرقه الزمالك، وبعد كده يكسب ويستمر في الانتصارات ويوصل للانتصار الثامن على التوالي ويتصدر الدوري. فانت بتتكلم يا باشا لما تيجي تبص كده بالورقه وبالقلم، الزمالك ركب. هتقول لي ما هو الاهلي برضه يعني لما بيركب الدوري ما بيسيبش. اسال اي حد اهلاوي في الوقت ده، هتقول له انت واثق ان الاهلي هينزل اي ماتش يكسبه؟ اقول لك لا. الماتش اللي فات، وخلي بالك ان كابتن شوبير بينتقد جمهور الاهلي، يقول لك بص جمهور الزمالك ما بيهموش النتيجه الاهلي الزمالك كسب كام، هو اهم حاجه بيهمه ان الزمالك يكسب. قصدي يعني بيقول لك جمهور الزمالك بيهمه النتيجه ما بيهموش الاداء، جمهور الاهلي بيهمه الاداء بس مش بيهمه النتيجه. السؤال هنا يا كابتن شوبير، هنا صعب انك تقارن فرقه صرفه كل ده وجايبه صفقات بكل ده وفرقه مش عامله اي حاجه اساسا، انك تقارن اداء باداء ونتيجه بنتيجه. فرقه الناحيه الثانيه اللي هو نادي الزمالك فهو كل اللي بيعمله ده مش طبيعي. فانت تقعد تتفرج ايه ده انتوا ما عندكمش حاجه وعاملين كل حاجه، واحنا اللي عندنا كل حاجه مش عاملين حاجه. فهي دي اللي بتوصل جمهور النادي الاهلي ان هو يتضايق على فرقته، هي دي اللي بتوصل جمهور النادي الاهلي انه يقلب على الفرقه، يزعق في الفرقه، اصحى فوق. تمام. بص على جمهور نادي الزمالك في ماتش الاتحاد، بص على المدرج، بص على الجمهور اللي قاعد. فرقه تستحق الاحترام صح ولا لا؟ لان جمهورهم هو اللي في ظهرهم. ليه بقى؟ ده هننقل بعد كده. معتمد جمال بعد الماتش قال لك انا مش لاقي كلام اشكر بيه جمهور نادي الزمالك، ولو مش موجود النهارده
في المباراه بتاعت الاتحاد مش هنكسب، وانا قلتها لك عاوز تكسب الزمالك في الدوري احرمه من جمهور، عاوز تكسب الزمالك في الدوري احرمه من الجمهور. حرفيا جمهور نادي الزمالك هو الباور، جمهور نادي الزمالك هو كل حاجه. وانا قلت لك قبل كده شيل اللعيبه دي، غير لها التيشيرت، وسميه اي اسم نادي تاني على الله ان شاء الله مثلا، هتلاقي نتائجه مذبذبه مش مستقره. ولكن عشان لابسين التيشيرت ده، شوف نتائج وشوف الجمهور اللي في المدرجات اللي بيدعم الفرقه. لو نادي الزمالك لو في موقف غير الموقف اللي هو فيه في الوقت الحالي ومستقر وجايب صفقات والكلام ده كله، كان كلامي هيتغير تمام، هقول لك عادي. بس اللي هو بيعمله يا جماعه مش طبيعي. تقف شويه وتشوف النادي ده بيعمل ايه. تمام. معتمد جمال وركز على معتمد جمال ده بالذات. فتوح والمكان اللي خلى معتمد جمال يلعب فيه فتوح، واتفرج على فتوح والاسيست اللي عمله ناصر منسي والهدف اللي سجله. فتوح حرفيا هينافس اي حد في نص الملعب. تخيل ده كان في الثلاجه بمشاكله. فتوح معتمد جمال قدر يمسك دماغه، فاهم انت، يظبط ويصنفر ويعمل انزل يا ابني. وخلي بالك معتمد جمال في الوقت الحالي هو شغال على فكره شيكو بنزا، وجايب له تعالى يا شيكو يا بنزا هات دماغك دي مش عارف ايه، ربط المسامير بتاعته، وتحس ان الولد ابتدى. وهو حرفيا الراجل معتمد جمال ده حرفيا ماشي بخطه ثابته، وعارف يتعامل مع اللعيبه بتاعته. فرقه الزمالك تستحق الاحترام حرفيا. تمام. وعلى موضوع معتمد جمال، هو كمان وتغييره المركز، وان هو بدا يستخدم بزيرة في نص الملعب ما بين الخطوط، ساعات يلعبوا لك رقم 10 وساعات يلعبوا على الطرف. معتمد جمال انا هفضل وجهه نظري في ان هو احسن مدرب موجود في مصر بيقرا الماتشات وهو على الخط. وانا قلت لك قبل كده في مدربين تبقى جامده جدا في التمرين، وفي مدربين تبقى جامده جدا في الماتشات. هو بتاع ماتشات، هو عارف يقرا وعارف يذاكر الماتش، عارف يشوف نقاط القوه هنا ونقاط الضعف هنا، وعارف يذاكر وعارف يضرب الخطوط الفرق، عارف يعمل ايه معتمد جمال. تمام. عندك مصدر داخل النادي الاهلي قال لك زيزو لما يتم توقيع عقوبه عليه بعد التصرف مع تروب، والاهلي مش هيوقع عليه غرامه والكلام ده كله. الفكره هنا من النقطه هنا، وهو زيزو خارج في ماتش اللي فات، زيزو وشه كان متضايق وكان في صوره عمال يعمل حاجات مش عارف ايه، قال لك بص زيزو متضايق من التغيير، بص زيزو مش عارف ايه، بص ايه وايه. ولكن زيزو مش هو زيزو، مش هو خالص، مش هو. علامة استفهام يا بيه، علامة استفهام كبيرة على موضوع زيزو ده. تقف عنده في حاجة غلط عشان نبقى متفقين. عندك فانيليا الاسباني يتراجع عن التعاقد او ضم اليو ديانج بسبب المدير الفني بتاعه. الناس هناك في اسبانيا غيرت المدير الفني، هم خلاص كان في مدير فني كان موجود خلاص وافق على ضم اليو ديانج للنادي الاهلي، وخلاص كان كل حاجه جاهزه على ان اللاعب يمضي للاهلي. فجاه غيروا المدير الفني وجابوا مدير فني تاني، فبيعرضوا عليه سؤال بيقول له ايه دي كده يا باشا الصفقات اللي احنا هنجيبها في الصيف. قعد يبص على ديانج قال لك لا، ديانج ده عاوز لعيب تاني، السيستم بتاعه والتكتيك بتاعي مش هينفع مع ستايل اللعب ده. فانيليا الاسباني تراجع عن ضم اليو ديانج. هل النادي الاهلي هيرجع تاني يفاوض اليو ديانج؟ انا بقول لك لا، خلاص اليو ديانج وصل لمرحله في الفلوس حته صعبه ان الاهلي يوصل لها خلاص. الراجل رغم ان هو هيحترف، بس الرغم التاني هو عنده مطالب ماديه، لو ما راحش هنا هيروح السعوديه، عشان نبقى متفقين على الموضوع ده. عندك في خبر طلع كده شفته بس ضحكت والله، قال لك تروب بيجهز خطه لاحياء مستوى كاموش بعد استبعاده في الفتره اللي فاتت. انا مش عارف ده احنا جبناه ليه، انا والله ما عارف ده احنا جبناه ليه. مهاجم على الله ان شاء الله، حاول جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك انت اللي عاوز تتعاد. مهاجم محتاج مهاجم، لعيب محتاج لعيب، عاوز رجلين يلعب بيهم.
علامة استفهام، علامة استفهام قسما بالله على التعاقد مع كاموش ده يا برنس. هنشوف. صلى على سيدنا محمد يا برنس، وما تنساش انك تخبط اللايك بتاع كده، ولو وصلت للنهاية قولي في التعليقات. السلام عليكم.